لازم نحط البصل فوق اللحمة عشان العصير بتاعها ينزل كده. كده تقريبا قربنا نخلص اول واحده، كده خلصت معانا وهنختمها بطماطميه. كده اول شيش طاووق خلصناها. انا هكمل كله بالطريقه دي واوريكم النتيجه في الاخر عامله ازاي، يا ريت تتابعوني. يا حبايبي ده الشكل النهائي للشيش طاووق بعد ما خلصناه، شكله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. انا هدخله الفرن نص ساعه وهوريكم شكله في الاخر عامله ازاي، يا ريت تتابعوني. خلاص كده يا حبايب قلب الشكل النهائي للشيش طاووق والفراخ المتبله في الفرن، ده الشكل النهائي ليها. يا ريت يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده، واشوفكم في فيديو جديد.